السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة وصحة. النهاردة بقى هنيجي نعمل أكلة حلوة جدا جدا. أنا عملتها أكلة شاملة متكاملة، ولكن أنا صورت بس منها الكوسة. وإن شاء الله أنزل القلقاس، وأنزل أي حاجة تطلبوها مني اكتبولي في التعليقات وأنا أعملها لكم على طول إن شاء الله بإذن الله. أنا ده مطبخ أسرار المطبخ مع أروى. اللي معرفش القناة بتاعتي يا ريت يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. تمام. هنيجي دلوقتي وهنقول دلوقتي على الوصفة بتاعتنا. يلا بينا نشوف الوصفة هي كانت ايه وشكلها ازاي وطعمها وكانت ريحتها مفحفحة. هنعمل مع بعض صينية الكوسة بالفراخ. انا هنا جبت بصلتين قطعتهم زي ما انتوا شايفين كده جوانح او شرايح على حسب ما تقولوا. تمام. وهبتدي احط معايا التوابل بتاعتي علشان انا عايز اعصرها جامد بحيث ان هي تبقى جوسي كده شوية البصل. تمام. عندي هنا معلقة ملح حلوة ومعلقة فلفل أسمر. تمام. صغيرة. ومعايا كمان معلقة من الكاري أو الكركم، بس هي الكاري عشان أنا هعمل فراخ فهعمل كاري. ومعايا معلقة من البهارات 7 بهار. ومعايا معلقة من البابريكا، ده الكاري اهو. ومعلقة من البابريكا. تمام. اوريكم طبعا البابريكا عشان ايه مبقاش انا مثلا بقول على توابل مش موجودة وتبقوا عارفينها وتبقوا مظبطينها. تمام. دي اخر حاجه نص معلقه من الكزبره الناشفه. انا طبعا الكلام ده كله هحاول ان انا ادعكه بالطريقه دي علشان كل التوابل تخش في البصل وتديها طعم حلو وريحه احلى. افضل ادعك كده لغايه لما احس ان البصل بتاعي نزل الميه بتاعته في الصينيه بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. تمام. يلا بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وتفعلوا القناه لان تعليقاتكم بتعجبني جدا جدا وتديني حماس وشجعني ان انا اكمل معاكم. انا عندي هنا هو فلفل الوان على حسب بقى، عندك فلفل اخضر لوحده حطي، عندك فلفل الوان حطي، اي حاجه بتدي طعم في البصل في الاكله دي اللي هي الفلفل عامه يعني. انا كان متوفر عندي بصل اصفر، معلش عفوا، اللي هو الفلفل الاصفر والفلفل الاخضر. تمام. دعكته كده برضو مع البصل. وهبتدي اخد نص الكميه دي وهركنها على جنب. هوريكم هعمل فيها ايه دلوقتي. هعمل ايه بقى؟ هبتدي انزل الكوسه بتاعتي اللي انا مقطعاها مكعبات بالشكل ده على البصل كده. يا جماعه الكوسه مفيده جدا. انا ما كنتش، او هي بمعنى صح ما كانتش بتحبني، لكن لما دقت الحاجه وعجبتني عرفت ان هي ليها فوائد كتير قوي. فابتديت ان انا اعملها لاولادي علشان طبعا احنا محتاجين فوائد كتير قوي للاولاد والاطفال ولينا احنا كمان. فعملتها بالشكل ده. طبعا لو عملتوها بالشكل ده هتعجبكم جدا جدا ومش هتبطلوا تعملوها. تمام. انا كده تبلت الكوسه مع البصل مع الخضار بتاعي اللي هو الفلفل الاصفر والفلفل الاخضر والتوابل بتاعتي اللي احنا قلنا عليها. وهبتدي بقى ارص الوراك بتاعتي بالشكل ده. ده يا جماعه كان كيلو ونص وراك. عايزه تكملي براحتك تكتري براحتك انت حره برضه. تمام. فهبتدي ارصهم بالشكل ده على وش الصينيه كده. هي طبعا كلها كوسه ني في ني وبتدي طبعا طعم جميل جدا وريحه حلوه قوي. هتشوفها في الاخر عامله ازاي. هرص بقى الوراك بتاعتي بالشكل ده على وش الصينيه كده. وطبعا فاكرين الحبه اللي انا خدتهم من البصل هبتدي بقى ارشهم على وش الفراخ كده عشان تبقى برضو عندي الفراخ متبله زي ما الكوسه كانت متبله من تحت. الفراخ كمان تبقى متبله من فوق تبقى ليها طعم حلو وجميل. تمام. تمام. نيجي بقى نشوف الخطوه اللي جايه هنعمل فيها ايه. نصلي على الرسول كده هوت ونروح نحط لايك وشير علشان الفيديو يكمل وتعليقاتكم تكمل. وانا بحبها جدا وعلشان خاطر تدوني حماس وشجاعة ان انا اكمل معاكم. طبعا انا هنا عندي طماطميتين انا قطعتهم مكعبات برضو بالشكل ده. ومعايا فلفل قطعته برضو، بقيت الفلفل الاصفر قطعته بالشكل ده وحطيته على الطماطم وابتديت ان انا ارشهم على وش الصينية بالشكل ده. تمام. طبعا بقى اشكال والوان والحاجات دي العين بتاكل قبل البق. فلازم طبعا احط ارص الحاجه بشكل جميل كده. انا عندي هنا اهو برضو طماطميتين عملتهم عصير حطيتهم كده على وش الصينيه برضو عشان يبقى فيه صلصه اقدر اكل منها تبقى شكلها حلو وجوسي كده في الكوسه. فما تبقاش ان هي ناشفه وفي نفس الوقت انا مش حابه الصلصه تكون كتير. هنا معايا فصين من الثوم قطعتهم طرنشات ورشتهم على ايه
على وش الصينيه بالشكل ده. ماشي يا جماعه، شكلها طبعا جميل جدا، وكانت ريحتها جميله جدا وانا بعملها، كانت مفحفحه. عندي هنا معلقتين من السمنه بقى، ابتدي احطها كده اهوت قطع صغيره على وش الصينيه، بتدي لون ولمعان، وكمان كان على اساس ان هي كمان بتحمر معايا وش الصينيه. طبعا شايفين الشكل عامل ازاي. هدخلها بقى الفرن على 180 حراره درجه مسبقه، واسيبها كده هو تتحمر، واولع عليها الشوايه وتطلع لي بالشكل الجميل ده. بصوا يا جماعه، ولا كانها فراخ مشويه. وبصوا كنت عامله جنبنا بقى رز بالشعريه ومعاها والقاس. وطبعا بص منظر الاكل تحفه يا جماعه وجميل، وبألف هنا على اللي يتفرج وعلى يشوف وعلى ياكل. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب لو عجبكم الفيديو بتاعي. آه طبعا الواحد طبعا لازم يحط الحاجات الجميله جنب بعضيها كده علشان تبقى منظرها جميل وشيق. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله.